لأول مرة نشوف ترند يستحق فعلا الشكر والاحترام والتقدير إلى هؤلاء الأبطال الثلاثة محمد وكريم وأمجد، الذين قاموا بإنقاذ ثلاث أطفال من مبنى سكني التهمت به النيران في فيصل، في الطابق الرابع من داخل شقة سكنية. المشهد اللي أمام حضراتكم ده محمد وكريم وأمجد، طبعا محمد الشرقاوي وكريم كريم محمد من محافظة الفيوم، ولكن البطل الثالث هو أمجد علي السيد من محافظة المنوفية. كان طبعا محمد الشرقاوي هو البطل الأول في هذا المهمة أو في هذه المهمة. وشاف الدخان طالع طبعا من الشقة دي، والناس واقفة كده بتشاهد الموقف ومحدش قادر يعمل أي حاجة. فهو طبعا طلع سريعا على مدرجات المبنى السكني بفيصل اللي هو ملتهب فيه الحريق. وبعد ما فتح باب الشقة لقي إن النار في خلف الباب على طول، فمعرفش يخش الشقة، فنزل إلى الأسفل. وبدأ يتسلق هو والبطل الثاني كريم والبطل الثالث أمجد، وبدأ يتسلق من الطابق الأول حتى أن صعد ووصل إلى الطابق الرابع من المبنى الذي ملتهم به الحريق في فيصل. وبدأوا وقاموا بإنقاذ ثلاث أطفال من هذا أو من هذه الشقة السكنية. يعني مشهد في منتهى الروعة ومشهد في منتهى الجمال، ويستحق فعلا كل الشكر والاحترام والتقدير لكل واحد بيشاهد الفيديو ده. يكتب لهم تعليق مناسب للعمل المحترم والعمل النبيل اللي هم عملوه، لان كان في ناس ممكن ما تضحيش بحياتها، يعني لان تسلقوا الطابق، تسلقوا العقار او العمارة السكنية دي حتى ان وصلوا الى الطابق الرابع، وعلى طريق البلكونات، يعني من بلكونة للتانية للتالتة للرابعة. يعني ضحوا بحياتهم مقابل إنقاذ ثلاث أطفال داخل الشقة السكنية بفيصل. فهو فعلا يعني احنا ما نقولش ترند يعني، ولكن الناس دي محظوظة ان هي تعمل عمل انساني، تعمل عمل نبيل زي كده. ولكن ربنا كافئهم عليه بمحبة الناس وبدعاء الناس ليهم. فياريت كمان احنا ندعي لهم في التعليقات ان ربنا ما يورهمش اي سوء ولا اي مكروه في اولادهم، وربنا يفرحهم زي ما فرحوا اهالي الاطفال الثلاثه دول اللي هم انقذوهم من الحريق. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، ودي كانت معانا كل تفاصيل او كل حكايه انقاذ ثلاث اطفال من حريق فيصل. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.